كان هذا الشاعر كان شاعر ممتاز. ممتاز بس ما عنده واسطه يعني. استاذ شو العلاقه الواسطه؟ عنده مفرده، عنده سبك. سبك يا معود، ارجع للبيت شايل لهم علاقه سبك الله يخليك. بس انا جاني هذا شاعر ممتاز ممتاز يعني. موصيني عليه واسطه زينه مرتب يعني. يعني واسطه. اي لا واسطه. بعد القصيده مالته الاخيره بعد شوف الشغل مالته شوف. هاي صوره استاذ. اي هاي نجاة بنت خالتي، هو يوصلها خط، بس شنو الخط يعني ايش قد يظلون 9 ساعات بالازدحام يموتون من الضحك. شعر يخبل. يلا خلينا نستقبل بلكي يطلع منه شيء حلو. لا انا اقول لك انا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رزقي ورزق عائلتي. حبيبي. استاذ علي غالي وغالي حبيبي. بس شيء متميز ومختلف. لا انا شاعر ترس جلدي مو هي. استاذ نجاة خابرة غير. اي خابرة. العفو، اسم حضرتك؟ ابو الذوق الحزين من بغداد. عاشت الاسامي. الذوق الحزين. غالي وغالي، رزقي ورزق ابو عائلتي. الذوق. حبيبي. احكي لنا انت بمن متاثر بالشعر؟ استاذ تريد اقول متاثر بيك حتى طققك؟ لا يعني قصده تدري شنو يعني قصده انه انت يعني نجم. لا حبيبي انا اريدك تحكي الحقيقه. هذا استاذ مدرسه ما يحتاج. حبيبي استاذ انا جاي اليوم اريد اشق حلوبكم يعني. ها؟ يعني قصده يعني فاجئنا. ولو يعني انتم قامات يعني قروده ما الشعر واحد يقرا قروده ما الشعر. يعني قصده تدري شنو بالقهوه من يقعدون هم شو يقولوا لك هذا قرد مال الشعر. هيك اي صح غالي وغالي. استاذ اتمنى هاي التعابير تستخدمها بالقهوه مو بقناه فضائيه وهيك. رزق ورزق عائلتي. المهم ابو الذوق ما قلت لي انت محضر لنا شيء؟ اي والله استاذ. زين. محضر شيء على الطائفيه. موضوع حلو. اوكي ممتاز. لا موضوع رائع. عاش لي خوش اختيار نجاة. انا حط فاتح خط رائع موضوع. لا يلا سمعني. على مدار 15 عاما الحركات عوفون والطائفية تأكل شبابنا. وقفت حائرا احتار شوف والدموع لا ترحم وقلت الله من دمك ولونك لو ردت تختار بيها وجهة نظر لا تعاشر أبد من غير طائفتك. حظك اي والله. خذ بت مذهبك باكر تصير حروب وذا مو مذهبك تلقاها عالستك. شنو هذا؟ وابد لا تقول لي حب. كافي بابا. يا عشق يا بطيخ. كافي بابا كافي. انت اذا تكمل القصيده ترجع احداث 2006. لا يعني بس استاذ احنا خلينا نقول انه اكو جانب مشرق ممكن بالموضوع هذا. مشرق ايش استاذ الله يخليك؟ ماكو اي جانب. استاذ الله يخليك. رزق ورزق عائلتي. هاي بس تنقص. هسه خلينا اكمل القصيده. يقصوها ينزلوها بالفيس خلال 6 ساعات تصير مليون مشاهده و80,000 تعليق وكله فشار ومسبه. مو هيك. هذول الناس استاذ وجهه نظر. هذول الناس اللي يعلقون يعني هم ضحايا. احنا لازم نوجههم لازم نعلمهم شلون. دروح شنو؟ يعني اذهب قصده اذهب فكريا يعني مو دروح انت تروح. استاذ الله يخليك. هسه اذا انزل قصيده وطنيه ما حد يقلبها والله. انت يعني منزل قصيده وطنيه؟ لا زوج خو ما زوج. ايش بيك؟ رزق ورزق عائلتي. احنا نصوت. انا بالنسبه لي لا استاذ الله يخليك. استاذ الجائزه 5 ملايين. اريد ابدل سيارتي جايني صيف تبريدها مو زين والله. مو تجاره برنامج شعر. الله يخليك بس تعطيني فرصه. ليش تقطع رزقي ورزق عائلتي انت؟ انا اشوف انه نعطيه فرصه ثانيه يعني. ما اعرف نسمع الاستاذ شو يقول. اوكي مو مشكله. ليش موضوعك الثاني شنو؟ عن عيد المرأة. حلو ممتاز. الموضوع يشد. اوكي تفضل. في عيد المرأة وقفت حائرا والدموع تنهار كالفرات العذب وقلت يا حيوان هذا العيد سوالك. قصده انه يعني هي تستاهل اكثر من عيد. هذا هيك اوكي كمل. مهمتك انت بس للطبخ والتنظيف. عداهن كل شمالك خاف عبالك. هاي وجهة نظرك انت. لو وجهة نظر الناس انت ضدها. لا الشاعر يعكس وجهة نظر استاذ. من على ابو نجاة. لا قمنا كم اطلع برا لك. اطلع برا لك. اطلع برا. ليش رزق ورزق عائلتي. نجاة كان الخط القبلي ماخذها ب 150,000 انا جاي اخذها ب 100. شارك استاذ شارك. الولد راح يطلع. الولد راح يدفع. انا من يمي استاذ بس فرصه اخيره على الصداقه. انا ما انطق بعد. على الصداقه الله يخليك. بس على الصداقه. انا ما شايف. شنو موضوعك؟ على الصداقه استاذ. شنو هاي شنو؟ يلا ما يخالف الطيف فرصه. نسمع هاي خير فرصه بابا. استاذ هسه هم راح يحكي شعر ما ادري شلون استاذ. حتى لا يقولون احنا ظالمين المتسابقين والمشاركين. هاي خير فرصه لك. يلا احكي.
المارغمة وحزن شديتهم قيطان. بس طالع طالع لك طالع الشعر هذا بن عم احمد تطلع والله زين بالله زين خوش شاعر والله العظيم.